تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم مكرونه في السريع، وهنعمل معاكم الفراخ المشويه اللي انتوا شايفينها دي. اكله جميله جدا رائعه ورهيبه. يلا بينا. جبت الفراخ وجبت عندي بصلايه كبيره، وجبت عندي معلقه فلفل، معلقه بهارات، معلقه بابريكا، ومعلقتين ملح، وحبه خل، ونص كوبايه صغيره ميه. وغسلت الوراك اهي، ومعاها يعني فرخه ونص مغسولين وزي الفل. هجيب بقى شفشق الخلاط احط فيه البصل بتاعنا، وبعدين هنزل عليه بالبهارات، وحاطه معاه روزماري، وحاطه معاه شويه جنزبيل. انا كده قلت لكم كل البهارات اللي موجوده، واحط معاه بقى كمان الملح. حط عليه معلقه الخل مع 3 معالق ميه، ونفرمهم فرم كويس في قلب الخلاط بعد ما نحط عليهم معلقتين زيت زيتون. وبرضو هحط معاهم كمان عسل، ان الطريقة دي عجبت ولادي جدا. معلقتين عسل ابيض مسكتهم ضربتهم وفي الخلاط، وبعدين هتبل الفراخ وهسيبها. هنزلهم كده عليهم وهتبل الفراخ، وهنسيبها نحطها جوه كيس بعد ما نتبلها كويس، ونسيبها ساعة كاملة. ساعة كاملة في قلب كيس هتتبل تتبيل كويس جدا، هتبقى روعة الروعة، جميلة جدا، وكل التتبيلة بتاعتها هتكون دخلت جواها وطعمت فيها. خلاص كده هنبدأ بقى نحطها في قلب الكيس وحطها في قلب التلاجة. بعد كده بقى بعد ساعة جبت الصينية حطيتها في الفراخ فيها، وبعدين حطيتها في الفرن. جبت عندي بقى طماطم، ربع كيلو طماطم. جبت عندي شوية بصل مجفف ومكعب ماجي وشوية بهارات وملح وفلفل. جبت عندي كيس المكرونة. يلا بينا نعمل معاكم المكرونة بالطريقة السريعة الجميلة الرائعة الرهيبة. كتير منا هيحبها لو ما تعملوها. يلا بينا نشوف ايه. انا جبت الطماطم وفرمتها فرم كويس، هنزل عليها دلوقتي في قلب قدر. هجيب قدر احط فيه كام معلقه زيت معاهم معلقه سمنه، واسيبهم يسيحوا كويس. لازم يبقى كميه حلوه كده، عشان المكرونه دي هتبقى نايف يعني ايه كلها كده على بعضها. احط البصل بقى بعد الزيت ما يسخن شويه، وتبداي تقلبيه. بدأ اهو بصوا يغلي معانا ويتحمر. البصل ده مجفف مسعف. اول ما يبقى لونه كده مصفر تروحي نازله عليه بقى بالطماطم المفرومه. الطماطم دي محطوط عليها رتل ميه، رتل ميه كامل. يعني انا اهو حطيت الطماطم، حطيت رتل ميه، وبعدين انزلي بقى بكل البهارات، وخلي معاهم شويه كمون كمان. بهارات مشكله بتاعت فراخ، مكعب ماجي، فلفل اسود، ملح، بصل، و... وتروحي كده حاطه كله كده مع بعضه غلى. بعد ما غلى تروحي نازله بايه دلوقتي؟ نازله بالمكرونه. نزلتي بالمكرونه قلبيها تقليب كويس، وسيبيها لغايه ما تغلي غليان كويس. بعد كده وطي عليها، وبعد ما توطي عليها خلاص يلا بينا بقى ايه نغطيها ونسيبها تستوي. بصوا ما شاء الله استوت اهي، شربت الميه بتاعتها، سايل بتاعتها، طريقتها روعه وجميله وخطيره. وادي الفراخ بتاعتنا وطلعناها من الفرن. الاكل معانا جميل رائع رهيب، وطريقته رهيبه جدا وجميله. يلا جربوا الطريقه وبألف هنا. ويلا بينا كده بدأنا نغرف. ما شاء الله تبارك الله، روعه روعه روعه.